سألت نفسك قبل كده من الجار اللي ساكن جنبك بتسمع صوته بتشوفه داخل خارج ولا في ناس عايشة جنبك سنين من غير ما تحس بوجودهم أصلا؟ النهاردة هحكي لكم عن قصة حصلت في عمارة عادية جدا في منطقة شعبية. قصة بدأت بجار هادئ وانتهت بحقيقة خلت العمارة كلها تسيب المكان. فاكر إن الربع يبقى في الأفلام بس؟ خليك معانا النهاية. بس قبل ما نكمل تجد إن باب أوضتك مقفول والنور وراك مش قدام العمارة. القصة بتحصل في عمارة قديمة 6 أدوار، كل دور شقتين، ناس عايشة مع بعض بقالها سنين، عارفين بعض، عارفين صوت بعض، حتى الخناقات كانت معروفة. إلا شقة واحدة، الشقة رقم 6 في آخر الدور الخامس. الشقة ديت ساكنة فيها راجل اسمه عم حسن ولا حد يعرف هو بيشتغل ايه ولا بيزوروا مين ولا حتى صوت لا تلفزيون لا خناقة لا ضحك ولا صوت أقدام كأنه مش موجود. عم حسن كان بيطلع وينزل في أوقات غريبة، مثلا الساعة الفجر أو بعد نص الليل. دايما لابس نفس الجاكيت، نفس الجزمة، نفس النضارة، نظرة ثابتة مفيهاش رمز. لو حد قال له صباح الخير بيرد بمئات بسيطة من غير صوت. والناس في العمارة قالوا راجل كبير وعايش في حاله، بس المشكلة إن عمره ما كان في حاله. أول حاجة خلت الناس تشوف كانت بنت صغيرة ساكنة في الدور الرابع. البنت قالت لأمها ماما عم حسن بيقف ورا الباب لما أعدي. لما ضحكت وقالت ده راجل طيب. بس بعدها بأسبوع ست تانية قالت إنها سمعت صوت حد بيتنفس ورا بابها. فتحت ملقتش حد غريب. الشقة اللي قصادها كانت شقة حسن. واحد من السكان ركب كاميرا مراقبة بعد ما حس إن في حد حاول يفتح باب الليل. أول أسبوع ولا حاجة، تاني أسبوع الكاميرا سجلت حاجات غريبة. عم حسن واقف قدام باب الراجل والساعة 3 الفجر، واقف مش بيخبط مش بيتحرك، بس عينه على عين الكاميرا. واقف ساعة واتنين وتلاتة لحد ما النور قطع. الراكب صاحب الكاميرا ما قدرش يستحمل، طلب الشرطة. ولما الشرطة بصت الباب شقة عم حسن اللي شافوه ما كانش طبيعي خالص. الشقة فاضية مفيهاش عفش خالص غير كرسي واحد في نص الصالة، والحيطان مليانة صور لجيران العمارة. صورة متصورة من غير ما حد يحس، صور أطفال وصور ستات وصور ناس نايمة. والأغرب في تاريخ مكتوب تحت كل صورة. اتضح إن عم حسن مش اسمه عم حسن، اسمه الحقيقي كان مسجل في قضايا قديمة، اختفاء ومراقبة، وسكن في أماكن كتير. وكل مرة يختفي قبل ما يتقبض عليه. ما كانش بيأذي حد، بس كل ما يراقب ويجمع ويستنى ايه محدش يعرف. النهاية مرعبة. الشرطة خدت كل حاجة بس عم حسن اختفى. بعد أسبوع واحد من سكان العمارة لا ظهر قدامه باب جواه صورة ليل وهو نايم، وتحتها مكتوب لسه الدور مخلص. العمارة باعت، الناس مشت. الشقة رقم 6 لحد النهاردة مقفول، بس في ناس بتقول إن في عمارة تانية في حتة تانية فيها جار محدش بيسمع صوت. الخاتمة إن الرعب مش دايما في الجن ولا أشباح، أحيانا بيكون في الشقة اللي جنبك. لو القصة عجبتك اعمل لايك واشترك في القناة واكتب لي في الكومنتات لو حابب تسمع جزء تاني عن الجار أخطر من كده. خلي بالك من اللي ساكن جنبك.